جماهير المنتخب الوطني الوفية، هل أنتم مستعدون لما هو قادم؟ في الجولة الأخيرة من دور المجموعات وبعد ضمان تأهل تاريخي مبكر، المدرب فلاديمير بيتكوفيتش لا يكتفي بالإنجاز، بل يقرر قلب الطاولة بالكامل ويحضر لتشكيلة نارية مختلفة وجريئة قد تغير ملامح المنتخب في الأدوار الإقصائية. قرارات صادمة، أسماء غير متوقعة، وخيارات تكتيكية تحمل الكثير من الرسائل. فهل نحن أمام مغامرة محسوبة؟ أم مفاجأة مدروسة ستربك الخصوم؟ تابعوا معنا لمعرفة كل التفاصيل. مرحبا بكم متابعينا الكرام في كل مكان في تغطية خاصة وحصرية لأخبار المنتخب الجزائري. بعد الفوز المستحق على منتخب بوركينا فاسو وضمان بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الإفريقية 2025، يدخل محاربو الصحراء مباراتهم الثالثة والأخيرة في دور المجموعات أمام غينيا الاستوائية بأريحية نسبية، لكن بطموح لا يقل شراسة: الحفاظ على الصدارة وتحقيق العلامة الكاملة. ورغم غياب الضغط من حيث التأهل، إلا أن هذه المباراة تحمل أهمية استراتيجية كبيرة، خاصة مع اقتراب الأدوار الإقصائية التي لا تعترف بالأخطاء. المدرب المخضرم فلاديمير بيتكوفيتش يجد نفسه أمام فرصة ذهبية، فرصة لتطبيق سياسة التدوير وإراحة الركائز الأساسية التي خاضت مواجهتين قويتين، وفي الوقت نفسه اختبار عناصر جديدة متعطشة لإثبات الذات وحجز مكان لها في الحسابات القادمة عندما تبدأ معارك الإقصاء. ومن خلال تصريحات المدرب والمعطيات الأخيرة داخل المعسكر، كل المؤشرات تؤكد أننا سنشاهد منتخبا جزائريا بوجه مختلف، خطة ثانية لكن بطموح أول. وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لننتقل الآن إلى التشكيلة المتوقعة المدعومة بأقرب السيناريوهات الواقعية. في حراسة المرمى، نتوقع أن يمنح بيتكوفيتش الفرصة لأسامة بن بوط في أول ظهور له في البطولة من أجل تجهيزه لأي طارئ قادم، وإراحة الحارس الأساسي لوكا زيدان. في خط الدفاع، رباعي يجمع بين التجربة والطموح. على الجهة اليمنى يوسف عطال في فرصة جديدة لإثبات جاهزيته. في قلب الدفاع ثنائية مثيرة تجمع صلابة زين الدين بلعيد مع خبرة رامي بن سبعيني. أما الجهة اليسرى فيواصل ريان آيت نوري حضوره بفضل مستواه الثابت وثقته الكبيرة. في خط الوسط، عقل الفريق النابض، ثنائي الارتكاز حيماد عبدلي وهشام بوداوي القادران على فرض السيطرة وقطع الإيقاع، وأمامهما فارس شيبي في دور صانع اللعب لتأمين الربط بين الخطوط وصناعة الفارق. في خط الهجوم، رهان الشباب والسرعة، بيتكوفيتش يغامر لكن بذكاء: أنيس حاج موسى على الجهة اليمنى، عادل بولبينا كرأس حربة، وتوفيق بركان على الجهة اليسرى. ثلاثي شاب سريع وقد يكون مفاجأة سارة للجماهير الجزائرية. هذه التشكيلة تمنح التوازن بين الخبرة والطموح، وتسمح باللعب بأسلوب هجومي دون إرهاق النجوم الكبار مثل محرز، بونجاح وعمورة، الذين سيكونون في قمة الجاهزية عندما تبدأ المباريات التي لا تقبل القسمة على اثنين. والآن نترك الكلمة لكم. ما رأيكم بهذه التشكيلة؟ هل ترون أسماء أخرى تستحق الفرصة؟ وهل تنجح خطة التدوير في خدمة المنتخب في الأدوار الحاسمة؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى تصلكم كل أخبار محاربي الصحراء أولاً بأول. إلى اللقاء في فيديو جديد، ودائماً تحيا الجزائر.